السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الموضوع ديالنا إن شاء الله اليوم هو سرقة قنوات الصرف الصحي. غادي معايا كما كنتحكموا ديما واحد المنظر خلاب. ها انتم شوفوا، ها المحسنين الله يجازيهم بخير كيديروا شجره ولا غصن ولا خشبه ولا كيدوروه بالحجر باش ما يطيحش فيه انت وانا والوالد ديالك وديالي وامك وامي وخوتنا واحبائنا واللي عزيزين علينا، حيت داك اللي كيسرق راه يقدر واحد من الاحباء ديالو يطيح هنايا. انت تبرع عليا معلم، حنا في مدينه تمسنا بيان سور. انتم شوفوا، راه الشاطو، راه بلاتي نوريكم مزيان، راه الجامع لهيه البارك خليتو عليه اليد اليسار وكملت نيشان في الطريق المعبده الغزاله الزويونه. ها انتم شوفوا الخضار، ها انت الخضره واد، شوف تبارك الله، شوف شو الخضره، شو الخضره تبارك الله. شوف انت ما كاينش الماء ياك، حنا في الجفاف تماما، حنا في الجفاف. والسي محمد، هل تعلم بانه راه كاين شي وحدين راه تيعمرك البيسين ما بقى ليه والو يعمرو بسيدي عليك، فهمتي؟ تيعمرك البيسين مع شحال من مره في السيمانه. الناس راه ما لاقي ما تشرب، هو راه ما بقى ليه والو يعمرو بسيدي عليك السي محمد، فهمتي؟ وعاد الزباله ديال المخلفات ديال البناء اللي نتطرقوا ليها ان شاء الله في نهار اخر ان شاء الله. داكشي ديال الزباله ديال البني اللي كتعطي انت وانتي كتعطي التريبورتور ولا الهوندا كيجي يلوحو وما شاف واحد. وتفرج شو معاي، شو معاي، شكون تما، شكون؟ الله اكبر، الله اكبر، راه تيشوفك وتيشوفني وتيشوف الخلق كامل، فهمتي ولا؟ وخليكم معنا دابا باش ما نخلينا من موضوع الساعه، سرقه اغطيه قنوات الصرف الصحي. وخليك معايا باش تزيد تكرهني اكثر. سمحوا لي الا قريتها بطريقه تهكميه، هذا الموضوع كتبته اليوم مع 5:30 ديال الصباح وساليته مع 6:24 اليوم الاربعاء 4 شتنبر 2024. سمحوا لي الا قريته بطريقه تهكميه في شي فقرات. اصبحت ظاهره سرقه اغطيه قنوات الصرف الصحي واغطيه قنوات الماء الصالح للشرب واغطيه شركات الاتصال زياده على اسلاك النحاس والكابلات وزيد من راسك متفشيه في جل مدن وبلدان العالم الثالث، خصوصا ما قلناش حنا البلدان العالم الثالث، خصوصا زير معاي في المغرب. يقوم اللصوص ببيع اغطيه قنوات الصرف الصحي لتجار الخرده بالدارجه باثمنه تتراوح ما بين 10 و15 درهم. يطلع بها عماره تقول لي ما لقى ما ياكل، الله يكون في العوان. وحتى يرى المغرب كله الاغلبيه نوض يسرق، الا بقينا على ما لاقي ما ياكل وهذا وكل شيء نوض يحيح ويزني حتى هي ما لاقيش، فهمتي؟ وواحد جيبها بحال السبع بعرق جبينك، نخدم اللي كان وما بقاش جالس. قلنا الاغطيه كتباع ما بين 10 و15 درهم مما يترك حفرا عاريه، زنزال هذا ماشي حفار، تهدد الماره. وفاه الشاب عثمان بالبيضاء الدار البيضاء وسقوط طفل صغير في قناه عاريه للصرف الصحي بمدينه طنجه خير دليل، والامثله كثيره. فمن المجرم ومن المسؤول ومن الذي يجب محاكمته يا ترى؟ أهو تعليم العصور الوسطى الذي يخرج لنا جيلا لا مباليا لم يكمل دراسته مفحما غيظا لا يجد وظيفة في بلد ينهب الخير فيه ويصدر إلى الخارج دون أن يطال المواطن حقه من الخيرات التي وزعت دون عدل من قبل شكون؟ بيان سور ذوي النفوذ الذين لا يكترثون للبصر ولا للحجر وكان البشر ذباب. ثانيا هو قلة التوعية والصحوة الدينية، فقلة التربية وقلة الحياء من جاية؟ من قلة الدين يا مسلمين يا مؤمنين. وإذا ضاع الإسلام وضاعت الأمانة وضاعت الأجيال التي أصبحت عاما بعد عام عبثية لا تنشغل إلا بالتفاهات وقلة الحياء والعري من وسائل إعلام وإلكترونيات. حلقة الزنجر اللي تبحبح ليا وكلت عليكم الله يا الشفارة اللي كيسرقوا الأغطية ديال القنوات الصرف الصحي.
فين بقينا بعدا؟ وتابعين لي الالكترونيات والموضه كالقرده في تقليد الغرب دون هويه وشخصيه حقيقيه. فنصف كلامنا الدارجه والنصف الاخر ديالها شنو؟ لا فرانس وي سي سا تري بيان لو فرونسي. وإلا ما كانتش الانجليزيه ثالثا اين نحن من محاسبه تجار الخرده ومن ينطوي عليه اسم شركات التي يسول لها نفسها اشنو وشراء هكذا مسروقات ممتلكات العامه؟ سرقه الملك العام وتخريب منشات العامه يعاقب عليه القانون، لكننا نعاقب شكون؟ غير السرقه فقط. فأين الجهات المسؤولة والتي تسهل بشرائها المسروقات تفشي مثل هذا العمل الشنيع؟ الإجرام هذا يجب مداواة الخلل من الجذور وليس تغطية الشمس بالغربال كما تنقولوا بالدارجة. أنتم من يسرقون أغطية القنوات الصرف الصحي، ألا تعلمون أنه يمكن أن يسقط ويتأدى وكيف لا يموت فيها طرف من عائلتكم وباك ولا امك ولا اخوك ولا الجيران ديالك ولا الاحباء ديالك يا بني ادم يا مؤمن يا مسلم؟ واخيرا اتقوا الله فينا يا عباد الله ان كان في ذمتكم ذرة من الاسلام والانسانيه. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وما بقى ما يتعجب كما تنقولوا بالدارجه. واقول للشركات واصحاب الخرده التي تشتري مسروقات اغطيه الصرف الصحي قبح الله سعيكم ولا بارك تجارتكم وما خفي اعظم، وللموضوع بقيه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ولتجار المسروقات السلام على من تبع الهدى وخشي الرحمن بالغيب. عرفتي علاش؟ حيت هذه هي التحيه والسلام في يمة الجاهليه. وتلاح بنادم وما تحملنيش شغلك هذاك، وكنحترم وكما تقول لكم ديما وكون غير صبع وكونني، ما تكونش بحال الضبع تيسرق شنو تيسرق الغنيمه ديال السبع حين تيشبع ولا كيتحماو عليه ويجريو عليه. كن سبوعا وكلني ولا تكن ضبعا وتخني. وتلاح بنادم.